2026 هي سنة تصحيح أوضاع العقار في مصر. اللي حصل آخر سنتين من تغير سعر الصرف وحركة السريعة للعملة خلى المطورين تعمل حاجة اسمها تحوط. ايه هو التحوط؟ ان هو يزود سعر العقار على اساس دولار مش موجود اصلا. طبعا كان ظهور السوق السوداء كان ليه عامل كبير قوي. طيب ايه اللي حصل في سنة 23 و 24؟ الناس خسرت، ده اللي بيتقال. لكن هل ده حقيقة؟ لا طبعا. في برضو حاجة كمان حابب اتكلم فيها، هل سعر العقار فعلا هينزل؟ لا برضو. طب سنة تصحيح الأوضاع بمعنى إيه؟ تصحيح الأوضاع من ناحية البيمنت بلان. اللي حصل في 23 وفي 24 إن المطورين زودت قوي سعر المنتج اللي موجود أو المنتج العقاري. طيب لما المنتج زاد على نفس خطة السداد، القدرة الشرائية للناس قلت. إيه اللي حصل في سنة 26؟ ببساطة تصحيح اللي حصل في السوق العقاري، العقار سعره منزلش، بالعكس العقار سعره بيزيد من السنة للتانية، حتى باللي حصل في 23 وفي 24. بس انت كاند يوزر ممكن ما تبقاش فاهم ده. لما بينزل طرح جديد او بينزل لونش جديد، ممكن اسعار المنتج تظهر لك ان هي قليلة، بس بالعكس لو ركزت في التفاصيل هتعرف ان سعر المتر بالفعل غلي. طيب لما نيجي نتكلم على خطة السداد، ايه التعديل او التصحيح اللي حصل في 2026؟ اللي حصل في 2026 وبدأوا ياسين منصور في 2025 خطط السداد الطويلة. قللت خطة السداد للعميل، بحيث بدل ما هي كانت على 8 سنين بقت على 12 سنة. وهو ده التصحيح اللي بيحصل ومستمر. وزي ما قلنا ياسين منصور بدأها في 2025، عمل خطط سداد على 12 سنة. ولسه السنة دي في مطورين وخطط سداد 14 و15 سنة كمان. أصبح المطور العقاري هو الممول للعقار، وأصبح إن أنت كأند يوزر تقدر إن أنت تشتري نفس العقار اللي ما كنتش قادر تشتريه في 2024 حتى لو بسعر أعلى، لكن بخطة سداد ممتدة. يعني أنت تقدر تدفع الفلوس بتاعته في السنة وتقدر توفر قيمة العقار ده من دخلك السنوي. هل فعلا احنا في قمة الفقاعة العقارية زي ما الناس بتقول؟ طب هل في اصلا فقاعة عقارية عشان نبقى في قمتها؟ الاجابة على السؤال ده لا. وناس كتير قوي اتكلمت في معنى الفقاعة العقارية، والسيستم ده اصلا مش موجود في مصر علشان يبقى فيه فقاعة عقارية. النقطة التانية الركود العقاري. مفيش ركود عقاري، بس مفيش شراء هستيري زي اللي كان بيحصل في فترة التعويم. وعلى فكرة الشراء الهستيري ده اتيتيود، اسلوب حصل للناس لان كان عندهم خوف بشكل كبير جدا من المستقبل وحركة الصرف. وده اثر على مجالات كتير مش على المجال العقاري بس. طيب ما ينفعش ان احنا نقارن فترة زي دي في مصر كماركت في اي مجال بالوضع الطبيعي او الوضع المستقر للمجال ده. اللي حصل في 2022 و23 بسبب حركة سعر الصرف ان كان في شراء هستيري. ولما بنيجي نقارن اي طرح جديد او القدره الشرائيه او اللي بيحصل في الماركت من معاملات شرائيه في السنين اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اللي هي 25 و26، بنحس طبعا ان لا، القدره الشرائيه قلت، وان المنتجات ما بتتباعش زي ما كانت بتتباع في فتره البيع الهستيري اللي كان بيحصل في وقت التعويم. اجابتي على السؤال ده هو اللي بيحصل دلوقتي هو اللي منطقي، اللي كان بيحصل وقت التعويم هو اللي غير منطقي. في ناس كتير قوي اشترت في فترة التعويم دي ومش قادرة تبيع دلوقتي، لأنها كانت معتمدة على مبدأ الفلابينج. مبدأ الفلابينج لا عمره كان موجود ولا عمره هيبقى موجود في العقار. دي كانت فترة طارئة في كل المجالات. في 2026 التصحيح بدأ بالفعل. بدأ من المطور لما زود لك خطط السداد، وبدأ من الدولة اللي بدأت تحط قوانين وتنظم السوق العقاري. انت كمان لازم السنة دي تبقى مختلفة بالنسبة لك. لازم تحدد اتجاهك وأولوياتك قبل ما تاخد أي خطوة، وتختار المطور وخطة السداد الأنسب ليك، سواء كنت انفستور أو اند يوزر. 25 و26 هم فعلا سنة تصحيح الأوضاع. والتصحيح بدأ من عند المطورين لما زودوا خطط السداد، وبرضه بدأ من عند الدولة لما بدأت تحدد وتنظم السوق العقاري بقوانين كتير. انت كمان لازم السنة دي تبقى مختلفة. لازم تختار المطور وخطة السداد الأنسب ليك، سواء كنت انفستور أو اند يوزر. لو انت اند يوزر
هقولك على أحسن الفرص الموجودة في الربع الأول من 2026، من ناحية البيمنت، من ناحية الاستلام، ومن ناحية المطور. أول حاجة هنبدأ بمنطقة إيست. منطقة إيست متقسمة عندنا ل4 ديستنيشنز: العاصمة الإدارية، ومستقبل سيتي، والتجمع السادس، والتجمع الخامس. هنبدأ بمستقبل سيتي. حسن علام، بارك سنترال، ب10% مقدم وأقساط على 10 سنين، وحدات متشطبة بالكامل. وطبعا الأهلي صبور، ب10% مقدم بس وأقساط على 8 سنين، هتستلم بيتك فوري مش 6 شهور. نيجي للتجمع السادس. شركة مدن نازلة بستارتنج برايسز 2,800,000 على 15 سنة. وطبعا العملاق لافيستا ب5% مقدم بس وأقساط على 8 سنين، أسرع واحد بيبني في مصر. نروح للعاصمة الإدارية. لأول مرة العملاق ياسين منصور في العاصمة الإدارية من بالم هيلز. وفي فرصة كمان، شركة صروح نازلة بعدد محدود جدا من الوحدات ب10% مقدم بس على 7 سنين وتستلم المفتاح. وأخيرا هنيجي لمنطقة وست. مشروع أو وست لشركة أوراسكوم المملوكة لسميح ساويرس. وطبعا مشروع الجونة أكبر مثال للكواليتي والليفابيليتي. أما لو أنت انفستر أو بتعمل ريتايرمنت بلان، فممكن نروح للبراند ابارتمنت الأورا في الساحل الشمالي، 5% مقدم وأقساط على 8 سنين. ولو حابب تيجي القاهرة في منطقة إيست، في عندنا أكتر من فرصة، زي صادق في مستقبل سيتي، أو تطوير مصر، فيلات تقسيط على 10 سنين واستلام 2 بس. ومن وجهة نظري التوب برودكت في جزئية الانفستمنت هو الكوميرشال، البرودكت الوحيد اللي بيجيب لك أكبر باسيف انكم على اللونج تيرم. نيجي للبروكر، بس مش أي بروكر. البروكر بالظبط عامل زي الدكتور. ينفع تروح للدكتور وتديله أعراض غلط؟ طبيعي هيعالجك غلط. ده بالظبط اللي بيحصل ما بينك وما بين البروكر. لازم تديله معطيات مظبوطة، لازم تحدد وجهتك قبل طريق الريل استيت. قبل ما تشتري منتج لازم تبقى محدد انت اند يوزر ولا انفستر. لازم بالظبط تتكلم عن احتياجك، لازم بالظبط تتكلم عن امكانياتك علشان يقدر يساعدك ويوجهك مظبوط. في ميتنج واحد بس مع البروكر هتعرف اكتر من ديفلوبر، وتقدر تحدد اتجاهك، انت محتاج ايه وتقدر على ايه. لو عايز تبدأ اول خطوة في طريق العقارات، ابعت لي رقمك في رسالة وانا هتواصل معاك بنفسي.